قدامكم ده يا جماعه حربايه مجففه بتتباع بشكلها ده. انتوا عارفين ده ايه؟ ده كان بالنسبه لي مفاجاه. وتعالوا بقى اقول لكم انا لقيت ايه هناك. نيجي بقى للتابل اللي كلكم بتدوروا عليه واللي كلكم سالتوني عليه، هو الشيبه يا جماعه في علبه كده. ده الاصلي، هوريكي دلوقتي المغشوش. قبل اي حاجه عايزاكي تعملي الفيديو ده بسرعه لايك وشير، وكمان تكملي للنهايه لان الفيديو ده مليان مفاجآت وجايبه لك مكان كنز، وبجد بتعدي عليه كتير جدا وانت مش عارفه ان جوه المكان ده كنز. انا فين؟ انا قدام الحمزاوي في منطقه الازهر يا جماعه، عند محلات المفروشات اللي بتعدوا عليها رايحين جايين، محدش فكر قبل كده ندخل المكان ده. بفكرك كملي الفيديو للنهايه واعملي لايك وشير. وتعالى اقول لك انا جايبه لك مفاجآت النهارده. كمان جايبه لك التابل اللي معظمكم بتدوروا عليه الفتره اللي فاتت ومش لاقيينه، وهو الشيبه البحري. تعالوا بقى نستعرض ايه الحاجات اللي انا لقيتها هناك واللي كانت مميزه جدا. اولها يا جماعه الملوخيه اللي قدامكم دي ملوخيه ناشفه كده مجففه بتتباع باكياسها، الكيلو ب25 جنيه، مميزه جدا. عجبني كمان هناك الشطه السوداني الحلوه اللي قدامكم دي. كمان هناك يا جماعه من الكنوز اللي موجوده هناك الحبهان هناك لونه خطير، ده بالاضافه ان ريحته مميزه جدا. اللي قدامكم ده حب العزيز، لقيته بيتباع مجفف هناك، كنت عايزه اشتري منه بس ما عرفتش فوائده ايه فسبته. كمان ورق اللوري هتلاقوه هناك مميز جدا وريحته نفاذه ولونه اخضر، عكس اللي بيبقى موجود عند البياعين في المناطق اللي احنا فيها. طبعا للاسف الكاميرا مش مبينه لونه، بس صدقوني لونه تحفه. دي يا جماعه الملوخيه اللي بحكي لكم عليها، بتتباع هناك مجففه بورقها. طبعا الدوم الغني عن التعريف المسؤول عن تخفيض الضغط العالي. كمان لقيت هناك الرز البسماتي الاصلي اللي هو بتاع الحبه الطويله، لقيته بيتباع هناك. وكمان انواع التوابل كلها الاصلي، واحلى ما فيها انها مش مغشوشه، بتتباع هناك. دي الكبابه الصيني اللي دايما بتسالوني عليها، اللي انا بستخدمها في الفيديوهات بتاعتي. طبعا الفلفل الاسود هناك موجود بكل انواعه، سواء برازيلي او كمبودي او ايا كان، هناك برضو كويس ومش مغشوش، حلو ما شاء الله. واللي حلو كمان هناك وعجبني قوي اشتريت منها الشطه السوداني يا جماعه. الشطه السوداني القرون دي رهيبه رهيبه رهيبه. ده زر الورد اللي كنتوا سالتوني عليه قبل كده. واللي قدامكم دي السنمكي اللي هي بتاعه تنظيف القولون. تعالوا بقى اللي دايما بروح مخصوص عشان اجيبه، وهو العصفر يا جماعه. العصفر هناك ملوش حل. طبعا انا بجيب عندنا حبه ب10 جنيه، ما يجوش قد اللي في ايدي دولت. بروح هناك ما شاء الله بشتري كميه محترمه ب30 40 جنيه، بخليهم عندي بسحب منهم طول السنه، بستخدمه في حاجات كتير، وبجد بجد ما بقدرش استغنى عنه ابدا في المطبخ، لان انا بعمل منه حاجات كتير جدا، وبعجبني كمان لونه في الاكل. زي ما انتم شايفين كده دي فيها هتلاقوا هناك ريحان مجفف، وهتلاقوا هناك الكمون البلدي والمستورد، وورق اللوري لونه ما شاء الله اخضر وزي الفل اهو في الفيديو، وكمان شطه سوداني. تعالوا بقى نشوف اللي قدامكم ده يا جماعه. دي بذور المورينجا، طبعا فوائدها كتير جدا، تقدروا تعملوا سيرش على جوجل وتجيبوا فوائد بذور المورينجا. واللي قدامكم ده الكاموميل، تقدروا تشربوه يعني مهدئ للاعصاب، بالاضافه لو عملتوه على حمام ميه واستنشقتوه بيسلك الجيوب الانفيه. ده الحنظل، ده بيتحط على الكعوب الرجلين وعلى اماكن الروماتيزم. نيجي بقى للمميز جدا هناك يا جماعه، واللي بروح مخصوص عشان خاطره برضو، هو البابريكا هناك ملهاش حل، احسن من اي ماركه بتتباع في الاسواق، وبجد هناك تحفه تحفه تحفه. نيجي بقى للتابل اللي كلكم بتدوروا عليه واللي كلكم سالتوني عليه، هو الشيبه يا جماعه. الشيبه البحري اللي انا استخدمتها في الاكل الخليجي، اللي بقول لكم دايما ما فيش اي اكل خليجي بيخلى منها، هي والخولنجان. هوريكم برضو صورة الخولنجان دلوقتي، بس دلوقتي خلينا مركزين كده في شكل الشيبة البحري. ده شكلها يا جماعة. هناك برضو هتلاقوا سواء الثوم البودرة او البصل البودرة، شكلهم مختلف تماما عن اللي بيتباع عند اي عطار. كمان جبت من هناك الزعفران ده يا جماعة، الجرام ب50 جنيه، 55 جنيه معلش. بيجي زي ما انت شايفه في علبه كده. ده الاصلي، هوريكي دلوقتي المغشوش وهوريكي الاصلي بعرفه من ريحته، بتبقى ريحته مميزه جدا منفذه، وبتعبق المكان بمجرد ما بتفتحي الغطاء. اما اللي قدامكم دول ده كان مغشوش، ما كانش اصلي، حتى ما استنيتش لما افتحه، شكله كان باين عليه ان هو مغشوش. وده الاصلي زي ما انتم شايفين كده، العلبه ب55 جنيه. ده الخولنجان برضو، لازم الاكل الخليجي يبقى موجود في الخولنجان، بتبقى في اصل الخلطه اللي بتتباع جاهزه، اللي هي بتاعه الكبسه الجاهزه اللي بتجيبوها من السعوديه جاهزه. كملت بقى جوله في المكان، ولقيت هناك بقى يا جماعه مفاجآت. المكان ده بقى انا ناسيه اسمه ايه، بس هو مشهور جدا هناك. ده بتلاقوا فيه كل اللي ممكن تتخيلوه، واللي ما يجي على بالكم واللي ما يجيش على بالكم. زي ما انتم شايفين الحاجات دي كده، انا ما كنتش عارفه ايه هي. انا شفت هناك قرفه بطول ابني، عود قرفه والله يا جماعه طويله كده، وكنت عايزه اعرف ايه الحاجات دي، ما كانش حد واقف. هو معروف هناك جدا ان هو بيبيع الحاجات الغريبه والمريبه. وكان عنده زي ما انتم شايفين كده بذر اللي هي القهوه الخضراء. وكان عنده انا مش عارفه ايه دي كانت ايه بصراحه، انا كنت عماله بستكشف.
واللي على الشمال ده كان حاجه اسمها قديم. القديم ده حلو بيعالج الانيميا، وكان عنده الخردل، وكان عنده المحلب، وشفت عنده بقى اللي ما شفتوش في مكان تاني يا جماعه. طبعا كان كمان بيبيع حاجه مميزه جدا هنا، كان عنده الثوم المجفف ده، تاخديه تعملي توم بودره ملوش حل. وده كان حب العزيز برضو. وتعالوا بقى اقول لكم انا لقيت ايه هناك. بصوا كده ركزوا معايا، دي كانت نجمه بحر، وطبعا العصفر، وده كان ده كان البيكان اللي عامل زي جوز اللي هو العين الجمل. وده بقى يا جماعه الجينسنج بجميع انواعه، في بقى من الكوري بقى والامريكي وانواع كتير. ولقيت كمان عنده يا جماعه المشروم الغريب ده، مشروم مجفف. بصوا شكله عامل ازاي، المشروميه قد الطبق. اما بقى يا جماعه بخصوص الشيء اللي قدامكم ده، انا حرفيا ما صدقتش نفسي اول ما شفته. انتوا عارفين ده ايه؟ ده كان بالنسبه لي مفاجاه. دي المسك الاصلي، ودي سره المسك اللي بتطلع من بطن الغزال. المسك هي دي الغده اللي بيستخرجوا منها المسك الاصلي. طبعا انا كنت فرحانه جدا ان اول مره اشوفها وامسكها. ده الورد الجوري او الورد المحمدي. ونيجي بقى للمفاجاه ده يا جماعه، طبعا هتستغربوا وتقولوا ايه ده اللي قدامكم ده يا جماعه. حربايه مجففه بتتباع بشكلها ده، وبياخدوها يطحنوها وتنضاف للحنه، وبيعالجوا بيها مرضى البهاء. هو ده اللي اتقال لي هناك في المكان. طبعا شكلها غريب جدا، بس بصراحه يا جماعه المكان مليان كنوز ومليان حاجات في منتهى الجمال والروعه، زي اللي قدامكم ده اللي غالبا ناس كتير قوي اول مره تشوفه. وده يا جماعه الاسمد، اللي هو الكحل اللي بيتعمل منه الكحل الاصلي. بعد كده خرجت ولقيت حاجه برضو كنت بدور عليها، وكان سعرها مفاجاه. اللي قدامكم ده انا كنت بشتريه من على امازون ب 75 جنيه، لقيته هناك ب 30 جنيه. طبعا الفرق يستاهل، وبجد والله يا جماعه ما كنتش مصدقه نفسي ان انا جبت الحاجه بالاسعار دي. ده صمغه عربي اللي هو النصر الاصلي، ماركه النصر الاصلي. لقيت كمان هناك حاجه اول مره في حياتي اشوفها، بس للاسف بعد ما مشيت اكتشفت ان انا الفيديو ما صورتوش. لقيت هناك قرون الفانيليا الاصلي، النص كيلو عبوه عامله 5000 جنيه. طبعا ما كانش ينفع ابدا ان انا اشتريها. لقيت هناك برضو بيبيعوا جلد الانابيب، وكنت فرحانه قوي ان انا لقيته عشان ابقى انضف بيه المنبار. طبعا انتوا عارفين انا يوم ما احتاج حاجه زي كده هحتاجها ليه. لقيتهم بقى بيبيعوا الحاجات القديمه بقى، زي الشمع والمشاط والفلايات والليفه بتاعت زمان، اللي هي بتاعت النخل دي، واخدينها كده بطريقه معينه. وكمان لقيت عندهم ورق السدر بيبيعوه، اللي هو بتاع انبات الشعر، بيبيعوه مطحون وورق. ولقيت هناك يا جماعه اغلى خشبه في العالم. الخشبه اللي قدامكم دي بتتباع بالوزن، والخشبه اللي قدامكم دي عامله 175 جنيه الحته الصغيره دي. ده لان يا جماعه ده خشب الصندل الاصلي، بيطحن ويتعمل منه عطر الصندل. لقيت كمان هناك البخور السوداني المعمول والحاجات دي، طبعا انا مش عارفه اسمائها. العلبه دي كانت ب 10 جنيه، بمجرد ما بتحطيها في الدولاب عندك بتطلع روايح ملهاش حل. طبعا الجوله كانت طويله جدا، انا حاولت على قد ما اقدر اختصرها لك. المكان مليان كنوز يا جماعه، وبيبيعوا فيه حاجات تحفه. اتمنى تروحي واتمنى تجربي وتخدي التجربه بنفسك، وتشوفي الحاجات الروعه اللي انا شفتها، وتجيبي حاجه بيتك وتحتفظي بيها في الثلاجه زي ما انا بعمل، وتسحبي منها طول السنه عشان تضمني ان حاجتك تبقى نظيفه ومضمونه 100%. لو عجبك بقى الفيديو لايك وشير، واتمنى لك كل خير، وتحياتي ليكي دايما رشا الغفير.